كنت ساكن في دار عادية حتى نهار خرجت بنت كتبكي ولقينا دري مذبوح في الزنقة، ومن داك النهار حياتي تبدلات. أنا مروان، ما كنقراش ما كنخدمش وعايش في سباتة، واحد الحومة اللي ما كتنعس. كنسكن أنا وخوتي الثلاثة والوالد والوالدة، 6 ديال الناس مجموعين في طاج رادع. واللي عايش في حومة بحال ديالنا يعرف شحال من قصة كدور بلا ما حد يسمع بها، ولكن داك النهار وقصة كانت كتغوت بوحدها. كنا سمعنا صداع ولكن ماشي بحال ديما. هاد المرة الصداع فيه الدم، فيه البكا، فيه الجريان. مشيت انا واسامه عشيري ساكن معانا في السفلي، خرجنا نشوفوا اش واقع. وهالعجب، بنت كتغوت ووجهها مغسل بالدموع، واحد الدري طايح بدبوح، والاخر شاد جنويه كيغوت كالسبع. اللي قعصني بشرفي ولا في شعره في عائلتي غادي يموت. الوقت وقف، الهضره ماتت والريحه ديال الدم دخلت للنفس. من بعد فهمت ان داك الميت كان باغي يغتصب اختو ديال داك خونا، وخوها ما قدرش يسكت، خدا الحق بيديه لكن الثمن روح ضاعت. جاو البوليس شدوا الناس، شعلات القضيه والزنقه كلها ولات كتغلي. ما بقيت عارف فين نشوف فين نمشي، غير جديت مع اسامه 103 وهربنا لعين الدياب. بغينا غير ننسو، غير نضربوا السطون ونرجعوا بلا ما نحسو. رجعت للدار وانا مازال مشوش، داخل بحال الروح الضايعه. طلعت لقيت الوالدين وخوتي لابسين سعداتهم خارجين. سولتهم فين غادين، قالوا لي عرس. عارفين اني ما نمشيش، عارفين اني ما كنحملش دوك الاجواء ديال الضحك المزيف والكادويات. بقيت بوحدي، مشيت الكوزينه، تغديت، تفرجت في يوتيوب، وضربات 12 ديال الليل. مشيت الناس، ووسط النعاس بدا واحد الصوت كيشق السكون ديال الليل. وراه غادي يتريب. نط كنجري ما فاهم والو، الناس مجموعين، الغوات، الخوف، عوينات محلولين بحال الضو. مشيت حتى لقيت أمة محمد كتشرف علينا وكتقول: واش عارفين داركم غادي تريب؟